خلاص بقى كده كلنا بناخد اوزيمبيك، وكلنا بناخد مونجارو، وكلنا بناخد وجوفي، كلنا بناخد ترازابيبتايد او بناخد سيماجلوتايد. طب بس انا عايزه اقول حاجه، هي وحشه ولا حلوه؟ هي بتخسس ولا لا؟ هي بتبني عضلات ولا لا؟ طب هي بترفع الحرق ولا لا برضه؟ طب هي بجد بتعمل شلل في الامعاء او ضعف في حركه الامعاء ولا لا؟ يعني هي حاجه حلوه قوي يا دكتور ولا هي حاجه نص نص؟ طيب ورقه وقلم كده بقى وتعالوا ركزوا معايا واحده واحده. خلينا نتفق ان الناس اللي بدات تتعمل عليها الابحاث للسيماجلوتايد والترازابيبتايد اللي هي مونجارو والاوزيمبيك والوجوفي وات ايفر يعني اسمها التجاري ايه، هي ناس كانت بتعاني من السكر ومقاومه الانسولين او السكر من النوع التاني، وابتدت تاخد ده علشان تتعالج كويس. طيب ايه هو السيماجلوتايد؟ ابروفد ابروفد للتخسيس على فكره. الوجوفي ويو كان سيرش يا جماعه ابروفد من سن 12 سنه في علاج السمنه ولكن عايزه اقول حاجه، هي بتعمل هي عباره عن حاجه، انا مش هشرح مصطلحات طبيه عميقه خالص، انا هقول بس هي بتعمل ايه. هي انت بتاكل، فالاكل اللي انت بتاكله ده بيقعد في المعده وليكن مثلا ساعه، هي بتخليه يقعد مثلا ساعتين، تخليك دايما ايه، شبعان لفتره طويله. لو جيت بقى تتغابى وتتسلى وتاكل، تفضل تاكل فتلاقي الاكل واقف لك هنا، حاسس بحرقان، حاسس بحموضه رهيبه، حاسس انك عايز ترجع والكلام ده كله. طيب لا يا دكتور، على فكره في ناس بتحس باعراض زي غممان النفس، زي مثلا وجع في المعده، زي احساس ان هو بيرجع فعلا. هل ده طبيعي يا جماعه؟ ده مش طبيعي دايما، لان ده معناه ان ممكن تكون الجرعه زياده للمريض، فمهم جدا نعرف عشان ناخدها لوحدنا لازم حد يديها لنا. طب يا دكتور هي ممكن تساعد في بناء العضلات؟ بص يا فندم، هي بتنظم لك حركه الانسولين، بتحسن لك او بتنظم لك يا فندم احساس الجوع والشبع، فبتخليك تفكري دقيقتين قبل ما تاكلي، فتاكلي وانتي شبعانه مش وانتي مغيبه لمجرد ان الجوع مسيطر. فدي نقطه مهمه جدا تقدر تساعدنا في ان احنا نخس بشكل كويس. ولكن انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا، هل انا ينفع اخدها لايف تايم؟ لا طبعا يا جماعه، احنا بناخدها بعد ما نعمل تحاليل انزيمات كبد، وبنعمل تحاليل دهون، وبنعمل تحاليل سكر تراكمي، وبنعمل تحاليل مقاومه انسولين عشان نشوف ينفع ناخدها ولا ما ينفعش. ولو احنا بناخدها حصل لنا اعراض قويه جدا بنوقفها، مش بنكمل عليها. طيب عايزه اقول حاجه، هي طيب يا دكتور ليها دارك سايد؟ يا جماعه بيحصل جاستريك باريسز، وده الناس بتخش فيه المستشفى، والريكوردد في 152,000 حاله 4%، فده دارك سايد ولكن مش مع كل الناس، ولو حصل بنبدا نبلغ. ده بيحصل امتى؟ في ناس حصل معاها بعد 3-4 شهور، في ناس حصل معاها بعد سنه، الديبند اوكي، دي حاجه عرضيه جدا، لكن ما نقدرش نقول انها مش موجوده، لكن هي ليها علاج طبعا. وفي ناس الناس برضو عايزه اقول حاجه، بس الناس اللي بتتعرض لده الناس اللي ممكن تبدا باوفر دوز قويه، لا احنا لازم ناخد دوز صغيره، ما ينفعش نجود، ما ينفعش مثلا نقول ايه انا حاسس ان الربع ده قليل فانا هاخد نص، لا مفيش حاجه اسمها كده، احنا بناخد الجرعه اللي تناسبنا في حالتنا بالفتره اللي احنا هنتعالج عليها. يعني نيجي نقول هنتعالج مثلا شهر 2-3 وبعدها نبتدي نقول الجرعه قد كذا وهنعليها بالتدريج. مش كل الناس لازم تعلي كل الفتره، ومش كل الناس لازم تثبت. عايزه اقول هي حاجه ما ينفعش تبقى موضه، لازم تتاخد لو انت محتاجها. طب يا جماعه الناس اللي هي بتخس كويس او مش او ما عندهاش مشكله مع الجوع تاخد الحقن دي؟ ما افضلش يعني، لان انت لو مش حاسس ان انت محتاج تاخدها ما تاخدهاش. يعني احنا بناخدها عشان نسيطر على الجوع شويه. طب لو انا تمام انا تمام، طب لو باخد دواء بالاعشاب وظابط لي الدنيا خلاص تمام، يبقى مش لازم، يبقى احنا بناخدها حسب الايه، حسب الحاله. اشهر ناس بتحسنهم تاني الناس اللي عندها مقاومه انسولين، ناس عندها تكيسات مبايض، ناس اللي عندها مشاكل صحيه مرتبطه بالكورتيزول والهرمونز بشكل عام، لانها بتنسق حركه الايه، الجسم. اتمنى يكون الفيديو مفيد، نعمل منشن وشير لاصحابنا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.